في اغنيه كده للفنانه الجميله اصاله، فبتسال حبيبها بتقول له: ليه بنادي الناس باسمك وابقى خايفه ان خصمك؟ نعم خايفه ان خصمك. اهو انا بقى سمعت خايفه ان خصمك دي واتخضيت. قد ايه ممكن يكون في اتنين بينهم علاقه تخلي واحد منهم يخاف يخصم التاني؟ بصراحه مش قادر اشوف ان ده حب قد ما ان انا شايفه سلب لحقوق التعبير عن المشاعر في علاقه مفترض انها علاقه سويه. بشوف ده في علاقات كتير لما الاقي حد بيقول: انا خايف اكلم فلان واعبر له عن مشاعري لحسن يزعل مني ويسيبني، انا خايف اعاتب فلان لحسن يبعد عني. كله ده خوف من طرف مفترض انه مصدر امان، مع العلم ان الطرف التاني ده ممكن يكون هو اللي غلطان. ففكره ان في حد يقدر يسيطر عليك ويخليك ما تعبرش عن مشاعرك الا باشاره منه فكره مرعبه بصراحه. فلو احنا في علاقه من النوع ده ولسه على البر ومش هنقدر نكمل، فالافضل ان احنا نبعد. انما لو احنا مغروزين جوه العلاقه دي وعايزين نكمل فيها او مضطرين نكمل فيها، فيبقى عندنا الوعي الكفايه ان احنا بنكمل مع حد طبيعته